صباح الخير، صباح الفل والجمال، صباح الورد والياسمين، صباح كل خير على عينيكم الحلوين. كل حبايب قلبي اللي جوه مصر واللي خارج مصر، بحبكم جدا جدا، بحبكم في الله بجد. كلكم ادب وذوق واحترام. كفايه بس الكومنتات الحلوه اللي بتوصلني، بجد حاجه بتفرح قلبي جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه، الاكله دي مش ليا ماشي. قلت لاولادي لا، هات ابني الكبير تعبان شويه، فقلت له لا هات انا اعمل لكم طبق الكبده دواتي. انا هعمله لهم سندوتشات، فانا ما اعرفش هم مقطعينه ازاي بصراحه، بس انا اصلا هو لسه متجمد شويه، بس حلو يعني المتجمد شويه بينفع انك انت تعرفي تتحكمي فيه وتقطعيه. بس انا هقطعه كويس كده طوليا اهو. هي مرات ابني على فكره مظبطاه وشايله الطبقه بتاعته. طيب هعمله كده طولي عشان هعمله لهم سندوتشات بالفينو. معايا انا ايه بقى؟ معايا بصله حلوه كبيره، معايا قرنين فلفل، معايا طماطمايه، معايا ملح وفلفل بس يا تيتا. بس بصوا بقى، انا هقطع الكبده وايه وارجع لكم عشان هتاخد معايا ايه 5 بس كده، وانا مش عايزه اطول الفيديو معاكم. بعد ما قطعت الكبده بتاعتي، شايفين عملتها ازاي بقى؟ طوليه كده شويه. هنزل بيها عصره ليمون او نص ليمونه. ليه؟ عشان بقى احنا ما نظبط البصله بتاعتنا عشان نسيب الكبده مع الليمون شويه. حلو. وانا فرمت البصله اهو، لا تبقى ناعمه ولا تبقى خشنه. تمام. يلا بينا بقى على البوتاجاز، بس لازم نعصر البصل كويس من الميه بتاعته. حطيت الطاسه بتاعتي اهو، وهنزل بقى ايه شويه سمنه بلدي، عشان السمنه كانت في التلاجة واحنا في شتاء، فايه ماسكه شويه. وممكن نحط معاها اي معلقه زيت عادي. عايزه تعملي بسمنه اوكي، عايزه تعملي بزيت مفيش مشكله. تمام. حطيت البصل كده حلو قوي. نجيب بقى ايه معلقه البصله بتاعتي هدبلها واخليها صفرة، يعني انا مش هطيبها قوي عشان هتبقى مسكره كده مع ايه مع الكبده يا جماعه. انا مش بحط تومه ومش بحط اي حاجه. تمام. ادبلها بس شويه وارجع لها. دبلنا البصله اهو، هتبدا تدخل بقى في الايه في الصفار بتاعها. انا عملت ايه هنا بقى؟ خرطت الفلفل والطماطم بطريقه عشوائيه وهنزل بيها لجمال الالوان. طيب راح اجيب الملح والفلفل بتوعي، وبرده ايه هنزل بيهم هنا كمان. انا ما كترتش الملح عشان ايه ما يحدقش منه. وادي كمان الفلفل حلو قوي. هسيبهم يتبلوا حلو قوي كده مع بعضيهم وايه، وهنزل بالكبده. تمام. نروح نجيبوا بقى ايه الكبده بتاعت العربيات
الكبد دي بتاعت بره الواحد يعني بصراحه انا ما ببقاش ضامنه اي اكل من بره ابدا ابدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اكلها بره غير اللحوم والفراخ الاسماك. انا ممكن بتيجي علينا ظروف يعني ناكل بره بس في الاخر بنكتشف ان اكبر محلات بصراحه. يلا لا داعي للكلام نكمل. حلوه قوي يا تيتا. ممكن نزود ايه بقى شويه فلفل اسود كمان. شايفين اتدبلت بسرعه بقت حلوه وجميله. نجيب بقى ايه هتخلي لك الكبده ايه بقى طريه كده وجوسي وتبقى حلوه. طبعا دي مش كبده اسكندراني، لا انا لو الكبده دي بعملها ليا واسكندراني كده كنت ايه بقى شطشطها كده بالفلفل الاخضر الحار يا سيدي على الجمال. اي حاجه بصراحه بتبقى مشطشطه شويه بتبقى طعمه ولذيذه بجد يعني. ننزل بقى بايه بالكبده. تمام. كل ده هينشف معايا. انا بشوف ناس بتحط ميه وبتحط اي حاجه، لا ما ينفعش بصراحه. انتوا هتشوفوني من هنا بقى لغايه العيد بتاعنا ممكن اعمل اكل فطاري بس انا صايمه، يعني ممكن اعمل حاجه كده لولادي تمام مش مشكله. اوعى حد يسالني احنا في صيام يا تيتا يعني بتعملي اكل فاطر؟ ما احنا لازم بقى هنصور ده وده، بس ان شاء الله هعمل لكم اكلات صيام كتير ان شاء الله. شايفين يا سيدي؟ هنسيبها بقى ايه على نار هاديه خالص هتستوي مع نفسها وهرجع لكم. شايفين حبايب قلبي؟ شايفين الطماطم والبصل اتدبل خالص ما بقالوش اثر غير حاجه بسيطه. تعالى يا بيبو. ابن الصغير دخل دلوقتي عمل ساندوتش شايفين؟ يلا بالهنا والشفا. يلا بقى هنقول ايه بقى نفس الحوار هو كل مره. هنعمل ايه؟ لايك سبسكرايب، هندوس على الجرس يوصل لنا كل جديد. اوكي يلا بينا نشوف هنقدم ازاي. شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم؟ الجمال عدى الكلام. اوكي شويه بقدونس كده وحاجات. انا هعمل لهم السندوتشات ولا اطلع لهم الحاجه كده وهم يعملوا براحتهم. اوكي ايه رايكم؟ ما اقولكوش الريحه اللي انا شماها، اللهم اني صايمه ده كلام ماشي جوسي وطعمها اكيد طعمها حلو. انا ما دقتش بس هي اكيد طعمها حلو. هو ابني عمل ساندوتش وقال لي يا ماما حلو. طب يا ابني شوف الملح وشوف الحياء، قال لي كويسه. تمام. ايه رايكم بقى؟ مش هننسى اللايك، مش هننسى الكومنتات الحلوه اللي بتفرح قلب تيتا، وايه كمان سبسكرايب ندوس على الجرس هيوصل لنا كل جديد. باي باي حبايب قلب تيتا.